اهلا بكم من جديد. في فيديو النهارده باذن ربنا هنتكلم ازاي تلاقي فرص الاتمته. طب انا دلوقتي عشان الاقي فرص للاتمته ممكن مثلا الاقي فرص في الحاجات اللي انا بعملها متكرره كل يوم اللي بتضيع وقتي. يعني مثلا ايه؟ الايميلات او الواتساب. خلينا في الواتساب لان احنا معظمنا بيستخدم الواتساب كتير، يعني مش ممكن الايميل، بس هنقول برضو مثال على الايميل. حاليا في الواتساب انا محتاج ان انا اعمل اوتوميشن ان هو يرد على العملاء اللي بتجيلي مثلا من الاعلانات، او بيرد على العملاء دايركت، تمام، ويقول لهم تفاصيل الحجوزات، ولو انا مثلا عندي دكتور مثلا او مستشفى او انا فريلانسر ماشي وبحجز ميتنج عشان ابدا اخش معاهم ميتنج. فبدل ما انا اقعد ارد على عميل 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 عميل، لا انا اخلي الاي اي ايجنت هو يرد ويبعت لهم لينك البوكينج ويخش يحجزوا وينزل على جوجل كالندر، وقبلها بيوم يبعت للعميل تذكره، وقبل الميتنج بساعه يبعت للعميل تذكره. كل دي عباره عن ايه؟ حاجات ايه يعني متكرره وفي نفس الوقت ممله. هل ده انا ممكن اعمله على الواتساب؟ ممكن تعمله بكل سهوله جدا ومعمول، واحنا عاملينه ازاي تعمل اوتوميشن يعمل بوكينج على الواتساب ويسمع في جوجل شيت ويبعت على الايميل وينزل لك ايفنت على الكالندر مثلا يفكرك ويفكر كمان العميل وهكذا. ماشي. نفس الكلام بالنسبه للايميل. يعني في الايميل مثلا انت محتاج ان انت ترد على عميل لو في عملاء مثلا بتبعت لك، لو انت اتش ار مثلا، لو انت اتش ار وبيبعت لك سيفيهات بقى كتير، تمام، فانت بقى محتاج انت تخش على كل سي في وتصنفه وتعمل له ليبل وكل الكلام ده، تمام. فالاوتوميشن هو بيشوف النص بتاع الايميل وبيبدا ان هو يصنف لك الايميل في الليبل اللي انت عايزه وهكذا. ممكن مثلا انت بتحضر ميتنج كتير ولا حاجه، ماشي، فانت محتاج ان انت تعمل فولو اب على الناس دي. يعني تبدا ان انت بعد ما تخلص الميتنج انت محتاج ان انت بقى تتابع الناس دي عشان تحجز، تمام، او تلخص الميتنج وتبعته لهم، او ان انت بعد الميتنج تبدا ان انت تبعت لهم مثلا زي ايه بروبوزال او عرض سعر. فالحاجات دي مالها عباره عن اوتوميشن بيتكرر، اوتوميشن بيخلي الواحد يزهق ان هو يعمله. ممكن مثلا في المشاريع، لو انت مثلا عندك مشاريع وبتتابع التيم بتاعك مثلا، انا بقول كل ده ازاي تلاقي فرص يعني في موضوع الاوتوميشن. لو انت عندك مثلا في المشاريع بتتابع الفريق بتاعك، فعايز مثلا تعرف مين اللي اتأخر في مواعيد التسليم، مين ما عملش التاسكات بتاعته، مين عمل التاسكات بتاعته وخلصها. وكل ده ازاي؟ عن طريق برضه الاتمته. انت ممكن تروح تعمل حاجه اسمها سي ار ام، والسي ار ام ده تنزل عليه تاسكات. تقول لي بس السي ار ام ده للعملاء اللي هم المحتملين. هقول لك عادي، وممكن عادي يبقى عليه تاسكات الموظفين. تنزل تاسكات الموظفين ويبدا السيستم يبعت لك مين خلص التاسكات بتاعته ومين ما خلصهاش، مين سلمها ومين لسه ايه ما سلمهاش، بدل ما انت تخش وتعمل فلتر وتشوف مين خلص ومين ما خلص وهكذا. الواتساب والرسائل خلاص قلناها، وكمان سلاك. في عندك مثلا ايه جوجل شيت. بدل ما انت تروح تسحب بيانات وتحولها لمثلا شارتات، او تسحب البيانات وتحولها مثلا للوحة تحكم تشوف انت كسبان النهارده ولا خسران، انت ممكن مثلا تسأل الذكاء الاصطناعي سؤال فويس: ايه اخبار الايرادات النهارده؟ ايه اخبار الاعلانات النهارده؟ بدل ما تقعد تمقق عينك في لوحة التحكم كده، لا انا هنا انا وقعت، انا هنا مش عارف ايه، لا سؤال واحد بس عن طريق تليجرام يبدأ يقول لك انت كسبان ولا خسران، الاعلانات بتاعتك شغاله حلو ولا مش شغاله حلو، مين جه النهارده من الموظفين ومين غاب وهكذا. ممكن برضو تخزين الملفات. يعني كل شويه محتاج ان انا اخزن ارفع ملفات كل شويه، كل فتره كده بعمل باك اب. لا، طب ما تعمل اوتوميشن انه مثلا كل يوم يعمل باك اب لنفسه ويرفع على جوجل درايف. انا ليه كل شويه اروح اتعب نفسي واوجع قلبي ان انا ارفع؟ نيجي لافكار تانية للاتمته ممكن ان هي تساعدك ان تطلع افكار وتشتغل بيها، زي السي ار ام اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. ان انت تخلي العملاء يعني تتحول لوحدها من عميل لعميل. يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهم. انا دلوقتي عندي
انا كابراهيم بقسم العملاء ليد وكواليفايد ونيجوشيشن وكلوزد. الليد ده اللي هو لسه محدش كلمه او جه جنبه، كواليفايد ده اللي هو لسه بيفكر، نيجوشيشن ده اللي هو عمال يقول لي طب ما تديني خصم، طب لو اديتني خصم انا هدفع النهارده، كلوزد ده اللي هو خلاص قفل الديل. ماشي. فانا عايز العميل بتاعي بناء على محادثته معايا على الواتساب، ماشي، يتحول من مثلا ليد لكواليفايد بناء على ايه؟ المحادثه. بدل ما انا اخش على السي ار ام واحول العميل، بلاش انا النهارده اتواصلت مع العميل كلمته بعت له على الواتساب بقول له ها ايه الاخبار، انا عايز احدث تاريخ اخر تواصل مع العميل وهكذا. نفس الكلام بالنسبه لايه؟ بالنسبه للمبيعات. يعني المبيعات بيقعد فتره طويله بيعمل فولو اب او بيقعد يتابع في العميل ويقعد يوجع في قلبه ويقعد يزن عليه لغايه لما العميل ده يشتري، يا اما يقول له بالله عليك ابعد عن دماغي انا مش هشتري. نفس الكلام بالنسبه لخدمه العملاء. يعني انت عندك مثلا في خدمه العملاء اول ما العميل يقدم شكوى انت بتفتح تذكره، والتذكره بتروح للتيم المختص والتيم المختص يبدا يشتغل عليها، وبعد كده لو هي خلصت واتحلت بيقفلها، وبعد كده ترجع للعميل ان هو تم حل المشكله. فده عباره عن ايه؟ بروسيس. طب ما انا ممكن احولها لاوتوميشن، ان العميل يكتب المشكله بتاعته على طول التيكت يتفتح، ماشي، للفريق المختص بناء على الكلام اللي هو كاتبه العميل. يعني انا بقول مثلا انا عندي مشكله في التصميم ده مش عاجبني، يروح لايه؟ فريق الجرافيك ديزاين يقول له مثلا انا والله الكود ده بايظ عندي، تمام، يروح على طول لفريق البرمجه الويب ديفلوب وهكذا. ماشي. نفس الكلام في الماليه والفواتير، بدل ما انا اسجل الفواتير يدويا واتكلمنا عليها كتير، موضوع الفاتوره دي ممكن اصورها وتتحول على طول. بالنسبه للماركتنج، يعني انت عندك الماركتنج في مثلا ايه؟ جدولة البوستات، كل يوم لازم انا انزل بوست، لا دي حاجة مملة جدا. او ان انا كل يوم اكتب الكلام اللي بيبقى فوق البوست، او اقعد ادور على هاشتاجات، او اقعد ادور على افكار، انا لسه هخش هنا واخش هنا واخش هنا. طب ما انا ممكن عندي ادوات تروح تعمل سكرابنج. يعني ايه سكرابنج؟ تخش على التيك توك، انا قلت لها مثلا خشي لي على التيك توك هاتي لي مواضيع عن ان هتخش وتجيب لي الفيديوهات الفايرال اللي على ان فكده جابت لي افكار ابدا ان انا اعملها، ومش بس في بلدي، لا ده ممكن في ايه؟ في كل دول العالم وهكذا. طبعا كل دي ايه؟ افكار، بس انت محتاج تسال نفسك الاسئله دي عشان تطلع افكار عن الاتمته. اول سؤال، ايه الحاجه اللي انا زهقت منها؟ تاني حاجه، ايه اللي نفسي حد يعمله لي من اوله لاخره؟ ايه اللي اتمنى يحصل وانا نايم؟ ايه الحاجات اللي انا بكرر فيها نفس التكرارات او نفس القرارات؟ وايه المهام اللي انا بسوفها او باجلها بسبب ان هي صعبه شويه؟ تمام. لو انت جاوبت على الاسئله دي هتعرف انت المفروض الفتره الجايه هتعمل اوتوميشن يعمل لك ايه ويخدمك في ايه بالظبط.